دي نينا، وبتكون مصابة بمتلازمة تورة العصبية اللي بتخليها تعمل حركات وتطلع أصوات غريبة غصب عنها. وبعد شوية بتلاقي أخوها بيقول لها إن مدير مدرستها القديمة بيتصل بيها، فبتجري نينا بسرعة علشان ترد عليه، وبتتفاجئ لما بيقول لها إن هي اتعينت معاهم في المدرسة لأن في مدرس ساب الشغل ولازم يكون في حد مكانه. فبتفرح نينا جدا إن هي بقى عندها فرصة تحقق حلمها، وبتقول للمدير إن هي هتيجي بكرة المقابلة. وتاني يوم بتروح نينا لمكتب المدير وبتكلم معاه عن المتلازمة بتاعتها، والمدرسين اللي حواليهم بيكونوا مش مبسوطين بيها، خصوصا المدرس وديع، ولكن المدير بيوافق يعينها وبيبقى شايفها شخص طموح وبيبقى عارف إن هي هتفرق معاهم في المدرسة. وبعدها بيسألها المدير هي ليه حابة تشتغل مدرسة رغم حالتها دي، فبتحكي له نينا إن زمان وهي طفلة في المدرسة كانوا كل الطلاب بيتريقوا عليها وحتى المدرسين بتوعها. وفي مرة كانت بتحضر مسرح في مدرستها وفضلت تطلع الأصوات الغريبة وكل الناس كانوا بيبصوا عليها. وبعد ما المسرح خلص جه مدير المدرسة وطلب منها تطلع على المسرح علشان عايز يتكلم معاها، وفضل يسألها عن حالتها بغرض إن هو يعرف كل الطلاب والمدرسين إن ده غصب عنها، ووعدها من النهاردة المدرسة كلها تتعامل معاها كأنها طفلة عادية زي باقي الأطفال. وبعدها بتقول له نينا إن هي نفسها تكون مدرسة علشان تعلم الطلاب الروح الحلوة دي، فبيعجب هنا المدير بيها جدا. وبعد كده بياخدها في جولة لفصول المدرسة، وبتبقى المدرسة دي راقية جدا وكل التلاميذ اللي فيها ولاد ناس أغنياء إلا فصل واحد بس اسمه 9F، وده لأن الطلاب اللي فيه من عائلات فقيرة وجم المدرسة دي علشان مدرستهم اتقفلت. وبيعرفها ان الطلاب اللي فيه متعبين واخلاقهم مش كويسه، لكن نينا بتكون متحمسه للشغل وبتقول له ان هي تقدر تتعامل معاهم كويس وانهم في الاول وفي الاخر اطفال. وبعدها بتسيبه وبتروح علشان تزور المسرح اللي كانت بتحكي عنه من شويه. وفجاه بيدخل المكان شويه طلاب مهملين جدا وبيكونوا بيشربوا سجاير وبيلعبوا كوتشينه، فبتعرف نينا هنا ان دول طلاب فصل 9F، ورغم ان اسلوبهم وطريقتهم مش مبشره بالخير الا انها بتبتسم وبتكون متحمسه تبدا شغلها. ولما بيجي وقت اول حصه ليها في المدرسه بتدخل الفصل وبيجي بعدها الطلاب وما بيكونوش مهتمين بيها خالص، فبتبدا تعرفهم بنفسها وبيضحك عليها الطلاب بسبب الاصوات بتاعتها. فنينا بتحكي لهم عن متلازمه تويريت وبتعرفهم ان هي حاجه غصب عنها، وهنا الطلاب بيتاثروا وبيبطلوا يتريقوا لحد ما بتروح تقعد على الكرسي لكنه بيقع بيها فبيضحكوا عليها تاني، فبتحاول هنا تستغل الموقف وبتضحك هي كمان. وبعد كده بنشوف طالب شاطر جدا اسمه أكشاي وبيكون بيتخانق مع أترش اللي من فصل 9F، وده لأن أترش هو وأصحابه قطعوا له الكورة بتاعته. فبيجي المدرس اللي اسمه واديا وبياخد أترش لمكتب المدير علشان يتعاقب. وبعد كده بنشوف نينا وهي بتحاول تخليهم يركزوا معاها لكنهم ما بيهتموش خالص بكلامها وبيفضلوا يلعبوا ويهزروا، وكمان بيعملوا مقالب لدرجة انهم علقوا صورها في الشارع وكتبوا تحتها رقمها علشان الناس تضايقها، لحد ما في مرة جابوا صندوق وحطوا فيه كور صغيرة وكانوا مليونه بمادة متفجرة. ولما دخلت نينا الفصل انفجر الصندوق ده وعمل صوت عالي جدا وكمان كسر الإزاز، فعرف المدير باللي حصل وجمع طلاب 9F كلهم في مكتبه علشان يعاقبهم. ولكن هنا نينا راحت للمدير علشان تدافع عنهم وقالت للمدير ان الانفجار ده هي السبب فيه لما كانت بتعمل لهم تجربة علمية، ولكن المدير كان عارف ان هي بتكذب ولكن سامحهم علشان هي دفعت عنهم وخلاهم يرجعوا لفصلهم. وبعدها بيتكلم المدير معاها هو والمدرس واديا وبيقولوا لها ان الطلاب دول مفيش امل فيهم وما ينفعش تفضل تدافع عنهم، لكن نينا بتقول لهم يدوها فرصة أخيرة وان هي هتقدر تثبت كفاءتهم وتغيرهم. فبيقول لها المدير ان معاها فرصة لمدة 4 شهور لحد نهاية الفصل الدراسي اللي شغال، فبتوافق نينا وبتبقى واخدة الموضوع تحدي. ولما بترجع الفصل بيكونوا الطلاب قاعدين باحترام جدا وبيكونوا مقدرين اللي هي عملته علشانهم، وبتتكلم نينا معاهم وبتقول لهم ان هي عايزة تشوفهم في مكان احسن من اللي هم فيه. وبعدها بتلم حاجتها وبتقول لهم ان هم هيتقابلوا تاني بكرة، ولو جات الفصل ولقيتهم مش موجودين فهتقدم استقالتها للمدير وهتسيبهم براحتهم. ولما بيجي تاني يوم بتوصل نينا للفصل وبتلاقيه فاضي، فبتفقد الامل وبتحس ان هي كانت بتضيع وقت. وفي نفس الوقت ده بيكون فصل المدرس واديا فعال جدا والطلاب كلهم حاضرين ومركزين، ولكن فجأة نينا بتلاقي ان الطلاب كلهم جم مع بعض وبتبقى مبسوطة لان هي هتبتدي الطريق معاهم. ومن اليوم ده بتقرر نينا ان هي تجرب معاهم طرق مختلفة علشان تخليهم يركزوا بيها في الدروس، وخدت الطلاب لحوش المدرسة علشان تشرح لهم درس الفيزياء بطريقة ممتعة. وبعد كده بيجي يوم اجتماع اولياء امور الطلاب وبتكون نينا قاعدة مستنية علشان تتكلم مع عائلة طلابها، ولكن بتتفاجئ ان الوقت بيعدي ومفيش حد جالها الفصل. فبتمشي نينا وبتقابل واديا في طريقها فبيتريق عليها لان هي كانت بتشرح الدروس في حوش المدرسة وبيقول لها بعد كده تبقى تروح تشرح لهم في بيوتهم احسن. ولكن نينا مش بتتضايق خالص، بالعكس دي بتاخد كلامه على انه نصيحة وبتجيلها فكرة عبقرية وبتروح هي بنفسها لبيوت طلابها علشان تتكلم مع اولياء امورهم بنفسها. ولما بتوصل لهناك بتنصدم من المناطق اللي عايشين فيها وبتنصدم ان في بعض الطلاب ما عندهمش
عندهمش ميه حتى في بيوتهم يشربوها، وبيقفوا علشان يجيبوا الميه من الشارع. وبتزور نينا فعلا كل طالب فيهم وبتشوف الوضع اللي هم عايشين فيه كلهم وبتكون متضايقه علشانهم. وبتروح نينا المدرسه تاني يوم وبتتجمع بالطلاب وبتتكلم معاهم شويه عن مستقبلهم، لكنهم بيقولوا ان هم مش شايفين المدرسه هتساعدهم في حاجه، وده لانهم مش شاطرين في ولا ماده من المواد. ولكن بتقدر نينا تثبت لهم انهم غلط، وبتعرفهم ان كل شخص فيهم موهوب في مجال معين، وبتقول لهم ان كل الفكره في انهم يهتموا مش اكتر. فبيقتنع كل الطلاب بكلامها، وبعد كده بتطلب من كل شخص فيهم يطلع ورقه ويكتب فيها مخاوفه والحاجات اللي بيكرهها في نفسه، وعلشان تشجعهم بتكتب هي كمان معاهم ورقه بمخاوفها، وبعد كده بتعمل الورقه دي على شكل صاروخ، وبتقول لهم يعملوا كده هم كمان، وبيروحوا لسطح المدرسه وبيطيروا الصواريخ دي. وبتقول لهم نينا انهم لازم ما يخافوش ولا يخلوا حاجه توقفهم من اول دلوقتي. ونينا بتحضنهم وبيكونوا متشجعين جدا، وبيبدا اهتمامهم يزيد بالدراسه. وطبعا نينا بتشجعهم وبتساعدهم اكتر في ده، وبتفضل تخترع كل يوم طريقه مختلفه علشان تشرح بيها الدروس وتخليهم حابين التعليم اكتر. ولما بيشوفهم واديه وبيشوفوا ان الطلاب بداوا يتغيروا فعلا بيبقى متضايق وحاسس بالغيره. وفي يوم بيكون أترش ماشي مع اصحابه في المدرسه وبيقابل بنت من فصل المدرس واديه، وبيبان عليه ان هو معجب بيها، وهي كمان بتكون حابه تتعرف عليه رغم ان هو شخص بسيط وهي من عيله غنيه. وبتعرض عليه هو واصحابه يروحوا معاها للمعمل بتاعهم علشان يشوفوا المشروع الجديد اللي شغاله عليه مع زمايلها. ولما بيروحوا معاهم بتفضل تشرح لهم المشروع بتاعهم، وبتقول لهم ان هم عاملينه لمسابقه كبيره جدا على مستوى البلد كلها، ولكن زميلها اكشاي بيفضل يتنمر عليهم وبيقول لهم انهم مش هيفهموا الكلام اللي هي بتقوله، لحد ما بترد عليه واحده من طلاب 9 اف وبتقول له انهم عاملين حاجه غلط في المشروع، وكمان بتشرح لهم ازاي يحلوا المشكله دي. وبيتفاجئ اكشاي ان كلامها صح، وبيفضلوا طلاب 9 اف يساعدوهم في المشروع بتاعهم وبيكونوا طيبين جدا معاهم. وفجاه بيجي واديه وبيستغرب ان طلاب 9 اف واقفين مع تلاميذه، فبيتكلم معاهم باسلوب وحش جدا وبيوجه كلامه لأترش وبيفضل يتريق عليه لانه شغال ميكانيكي سيارات. فبيمشوا طلاب 9 اف وبيكونوا متضايقين جدا وحاسين انهم اقل من باقي التلاميذ. وتاني يوم في المكتبه بيكون أترش مع اصحابه وبيلاقوا اكشاي موجود هناك، فبيفضل يستفزه لحد ما بيتعصب اكشاي وبيروح يتخانق معاه تاني مره. فبتروح نينا علشان تحوش بينهم وبتقول لأترش يمشي ويرجع الفصل بتاعه، فبيتعصب عليها وبيقول لها ان هي زي باقي المدرسين ومش فارق معاها غير الطلاب الاغنياء. فبتتضايق نينا هنا من كلامه وده بيخليها تتوتر وبتفضل تطلع الاصوات الغريبه دي غصب عنها. فبيتريق عليها أترش وبيكون اسلوبه وحش جدا معاها وبيحرجها لدرجه ان هي بتبقى هتضربه بالقلم، لكن بتمنع نفسها عنه في اخر لحظه وبتمشي وهي حزينه جدا. وبيروح واديه يتكلم معاها وبيفكرها بكلامه وبيقول لها ان الطلاب دول مفيش امل فيهم، ولكن هي مش بتهتم بكلامه وبتقول له ان دول طلابها ومحدش له الحق انه يتدخل بينهم. وتاني يوم بيجمع واديه المدرسين والمدير علشان يوريهم المشروع اللي هيقدمه للمسابقه، وبيكون اكشاي هو المسؤول عن تقديم المشروع ليهم وبيبقوا منبهرين جدا بيه وشايفينه مشروع ناجح. ولكن فجاه بيحصل عطل فيه وبينفجر وبيعمل صوت عالي وما بيبقوش عارفين السبب، لحد ما بيلاقي واديه حاجه موجوده في المشروع وهي اللي تسببت في كل ده. وبيعرف ان أترش هو اللي عمل كده علشان ينتقم منه، وبيروح لفصل 9 اف وبيقول لنينا ان واحد من طلابها هو اللي كان السبب في انه يبوظ مشروعهم. وبيتكلم مع أترش باستهزاء وبيقول له ان هو يستحق ده لان هو كان بيتنمر عليه. فبيقول له واديه ان هو يتعاقب وهيخلي المدير يرفضه من المدرسه، وبيسأل باقي الطلاب لو كان في حد تاني ليه يد في اللي حصل ده. فبيقفوا كل الطلاب مع صاحبهم وبيقولوا انهم كانوا معاه وبيرفضوا يسيبوه لوحده في المشكله. فبيجمعهم المدير كلهم بره مكتبه وبيتكلم مع نينا وبيقول لها ان مفيش حل تاني غير ان هو يرفضهم، وبيعرفها ان المشروع اللي هم بوظوه ده كانوا شغالين عليه لمده 6 شهور. فبتعتذر له نينا وبتحاول تقنعه ان هو ما يرفضهمش علشان ده هيكسرهم وهيأثر بشكل كبير على مستقبلهم، وبتطلب منه بس يسمح لهم يدخلوا الامتحانات وبعدها يتخرجوا ومش هيشوفهم تاني اصلا. فبيقتنع المدير بكلامها وبيقول لها ان هو موافق بس بشرط، واللي هو انهم يذاكروا في البيت وما يحضروش ولا يوم في المدرسه بسبب المشاكل اللي بيعملوها. فبتضطر نينا ان هي توافق وبتشكر المدير لانه اداهم فرصه تانية. ولما بتخرج للطلاب بتعرفهم ان المدير مش هيرفضهم وانهم هيقدروا يدخلوا الامتحانات، وبتقول لهم انهم هيذاكروا في البيت لان ما بقاش مسموح لهم يروحوا المدرسه. وبتقول ان هي عملت كل اللي قدرت عليه. فبيلوموا الطلاب كلهم أترش لانه هو السبب في كل اللي حصل. وبتروح نينا تقعد لوحدها وبتعيط وبتكون حزينه جدا. وبعد كده بنشوف الطلاب وهم قاعدين مع بعض وبيجي أترش علشان يعتذر لهم، فبيسامحوه وبيحضنوا بعض وبيقرروا انهم يصلحوا اللي عملوه. وبيروحوا لنينا تاني يوم وهي قاعده في المطعم وبيعتذروا لها وبيطلبوا منها ترجع تذاكر لهم تاني. وبيتكلم معاها أترش بخصوص مخاوفه اللي كتبها في الورقه وبيقول لها ان هي الشخص الوحيد اللي قدرت تساعده. فبتتأثر نينا بكلامه وبتروح علشان تحضنهم وبتقول لهم ان هي هتساعدهم علشان ينجحوا في الامتحانات. ومن اليوم ده بتفضل تقابلهم في اماكن بره المدرسه
المدرسة، وبتبدأ تذاكر لهم وبتشجعهم جدا، وبيبذلوا مجهود كبير علشان ينجحوا في الامتحانات. وقبل الامتحان بيوم بيكون أترش قاعد مع صديقه في المحل اللي بيشتغل فيه، وبيبقوا بيذاكروا مع بعض، وفجأة هنا بيجي البواب بتاع مدرستهم وبيطلب منهم يصلحوا العجلة بتاعته. فبيتفاجئ أترش لما بيعرض عليه البواب ورقة الامتحان، وبيقول له ان هو يقدر يسرب له الامتحان من غير ما يقول لحد. فبيوافق أترش وبيروح له اصحابه، وبيكونوا قاعدين بيذاكروا كلهم، فبيديهم ورقة الامتحان وبيقول لهم انهم مش محتاجين يذاكروا خلاص، لكنهم بيتضايقوا منه وبيقولوا له انه مش هينفع يضيعوا تعبهم وتعب نينا ويدخلوا الامتحان وهم غاشين، وبيرفضوا انهم يشوفوا ورقة الامتحان وبيسيبوه كلهم وبيمشوا. وتاني يوم بيروحوا الطلاب للمدرسة علشان يحضروا الامتحان، وبيتفاجئ أترش ان الامتحان متغير عن الورقة اللي خدها من البواب، وبيفضلوا كلهم يحلوا على قد ما يقدروا لحد ما بينتهي الوقت وبيستلم المدرس منهم الورق. وبعد الامتحان بيروحوا يقابلوا نينا وبيطمنوها انهم حلوا كويس. وبعد فترة بتظهر نتيجة الامتحان، وبيروح أترش علشان يشوف نتيجته هو وأصحابه، وبيطلعوا كلهم ناجحين، وبتطلع واحدة منهم كمان من الأوائل. فبيقعدوا مع بعض وبيحتفلوا وبيكونوا مبسوطين جدا انهم ما خيبوش ظن نينا. وبعدها بكام يوم بتروح نينا لمكتب المدير هي ووديا، وبيعرفها ان تلاميذها غشوا الامتحان، وبيقول لها ان البواب سرب لهم الأسئلة وعلشان كده هم نجحوا مش أكتر. ولكن نينا بتكون واثقة في طلابها جدا وعارفة انهم نجحوا بمجهودهم، ولما بتخرج علشان تتكلم معاهم بيعرفوها انهم اخدوا ورقة الأسئلة فعلا لكنهم ما بصوش فيها حتى. فبتصدقهم نينا وبتقول لهم ان هي واثقة فيهم وعارفة انهم ما غشوش الامتحان. وتاني يوم بيروح وديا الفصل 9F وبيلاقيه فاضي، وبيجي بعدها أقشي يتكلم معاه وبيبقى مبسوط جدا. ولما بيسأل وديا عن سعادته دي بيقول له ان هو اللي بعت البواب بالأسئلة الغلط للطلاب علشان يوقعهم ويخليهم يفشلوا. فبيسكت وديا هنا وما بيبقاش عارف يقول له ايه لحد ما بيمشي. وبعدها بيكون في اجتماع عامله المدير علشان يعرف المدرسة ان طلاب 9F نجحوا بسبب الغش، ولكن بيتكلم وديا قدام كل الطلاب وبيقول لهم ان الحقيقة غير كده، وبيقرر يشيل هو المسؤولية عن أقشاي، وبيقول ان هو اللي بعت الأسئلة الغلط للطلاب وانه دلوقتي حس بالذنب. وبيطلب من نينا ان هي تيجي هي وتلاميذها وبيكرمهم بوسام الامتياز وبيعتذر لهم عن كل اللي حصل ده، وبيقول لنينا ان هي مدرسة مميزة وكان عندها حق في كل حاجة قالتها. ولما بيمشي علشان يجمع حاجته ويستقيل بتروح نينا تتكلم معاه وبتقول له ان هي عارفة ان مش هو اللي عمل كده، وبتطلب منه ما يمشيش من المدرسة، وبتعرفه كمان ان طلابها كانوا شغالين على مشروع جديد بدل اللي هم بوظوه، وبتقول له ان هي هتبقى مبسوطة جدا لو بقى هو المشرف بتاعهم على المشروع ده. فبيوافق وديا، ولما بيجي يوم المسابقة بتنجح مدرستهم فيها وبياخدوا كمان المركز الأول. ومن اليوم ده بيبقى الطلاب كلهم بيحبوا بعض وكمان بيلعبوا سوا مع المدرسين بتوعهم. وبعد 25 سنة بنشوف نينا وهي مديرة المدرسة دي، وبيجي يوم طلوعها على المعاش وبيودعها كل المدرسين والطلاب، وبتبقى قدرت انها تكون مدرسة شاطرة وكمان مديرة محبوبة. وبتشوف تلاميذها بعد السنين دي كلها لما كبروا وبقوا ناجحين جدا في حياتهم، فبتفرح نينا بيهم وبتروح علشان تحضنهم وتسلم عليهم. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.